خليني أطرح عليك سؤال محتاجك تفكر في إجابته قبل ما نبدأ الحلقة. إيه هو الدافع ورا إن الإنسان يقتل؟ وبالذات لما يقرر إنه يقتل أقرب الناس ليه وصاحب عمره، وكمان لما يقرر إنه يقتل مراته اللي عاش معاها. يا ترى إيه الأسباب اللي توصل الواحد إنه يعمل حاجة زي كده؟ قبل ما نبدأ الحلقة لازم ننوه إن في كلام هيتقال في الفيديو ممكن يكون صعب على البعض من الناس، وفي تفاصيل مهمة جدا لازم تركز قوي وأنت بتسمعها. فاعمل دلوقتي يلا لايك للفيديو واشترك في القناة، ولو أنت على الفيسبوك اعمل فولو للبيج. بدأنا. قذافي فرج عبد العاطي عبد الغني. الراجل ده اتولد سنة 1971 في الجيزة، وبالتحديد في منطقة بولاق الدكرور. قذافي قبل سنة 2015 كان فاتح مشروع كده بسيط بيسترزق منه، واللي اتقال واللي اتحكى عنه إن قبل 2015 ما كانش لسه ارتكب أي جريمة. ولكن لما جت سنة 2015 اتجوز واحدة اسمها فاطمة الزهراء، واللي كانت تعتبر زوجته التانية. صحيح، هي ما كانتش تعرف اصلا ان هي زوجته التانية. بس الغريب ان قذافي اتجوز اكتر من واحده، وكل واحده باسم مختلف، لدرجه ان مفيش حد من اللي اتجوزهم يعرف اسمه الحقيقي اصلا. وبعد ما اتجوز فاطمه قفل المشروع اللي كان شغال فيه وبدا يخش في مجال العقارات، ومن هنا ابتدت سلسله الجرائم اللي هو ارتكبها. ما تستغربش لما اقول لك ان اول ضحيه للقذافي كانت واحده اسمها نادين، ونادين دي تكون اخت مراته فاطمه. وفي سببين اتحكوا واتقالوا على ليه ان القذافي قتل نادين دي. السبب الاول ان بعض الناس قالت ان هو كان على علاقه مع نادين، ولما اتجوز اختها فاطمه الزهراء هددته انها تبوظ له حياته وتفضحه قدام مراته، وتحكي لاختها عن العلاقه اللي كانت بينه وبينها. اما بقى السبب الثاني هو ان نادين كانت بتحب الفن وكان نفسها جدا تبقى ممثله، ومن هنا ابتدى القذافي يلعب الحته دي. فراح في يوم لاهل مراته وقال لنادين دي ان هو عنده واحد صاحبه منتج قادر ان هو يمضيها على عقد 3 سنين ويخليها نجمه بغمضه عين. في الاول اهل نادين كانوا رافضين، لكن نادين بالعافيه اقنعت اهلها انها تمضي العقد ده، والعقد ده كان مع المنتج اللي القذافي قال ايه هو جايبه، بس الاكيد انه اصلا ما كانش فيه اي منتج. مده العقد 3 سنين بشرط انها ما ترجعش الا لما تخلص ال3 سنين، ولو عملت كده يفضل العقد شغال لحد ما تخلص مده العقد، وهتفضل موجوده كما لو ان العقد بيجدد في نفسه لحد ما يخلص التصوير. في خلال الفتره دي كان تواصل نادين مع اهلها قليل جدا، لحد مره واحده ما انقطعت خالص. وفي وقتها بقى كان القذافي هرب على اسكندريه سنه 2017، واعتقد دلوقتي عرفتوا القذافي عمل ايه في نادين. بس الغريب ان لحد دلوقتي محدش يعرف مصير نادين دي ايه. حتى لما مسكوا القذافي والشرطه اقنعته ان هو يقر ويقول هو عمل فيها ايه، قال ان هو قتلها. ولما دلهم على مكان الجثه وعملوا تحليل دي ان ايه، اتضح ان تحليل دي ان ايه ده ما يطابقش نفس جثه نادين. بمعنى محدش عارف لحد دلوقتي نادين دي موجوده فين اصلا، ان كانت عايشه ولا ميته. نرجع تاني فلاش باك لسنه 2015، وزي ما قلت لك في اول فيديو لازم تركز معايا عشان التفاصيل دي مهمه جدا. شهر ابريل سنه 2015 كانت ضحيه القذافي الثانيه، واللي كان هو المهندس رضا صاحب عمره. المهندس رضا كان شغال في السعوديه، وكان بيشتغل وبيجيب فلوس كويسه جدا ويبعتها للقذافي على مصر عشان يشغلها له في مجال العقارات. رضا كان بيثق في القذافي ثقه عمياء لانه كان صاحب عمره، بمعنى اصح متربيين مع بعض. ويقال ان اجمالي المبلغ اللي حوله المهندس رضا لصاحب عمره القذافي كان ما يقارب من 3 مليون جنيه. لكن مع الوقت كده بدا المهندس رضا يحس ان في حاجه غلط، وقرر انه يسيب السعوديه وينزل مصر بنفسه يشوف الحوار داير على ايه. لكن للاسف ما كانش مبلغ حد انه نازل غير صاحب عمره هو القذافي. ولما وصل المهندس رضا المطار كان القذافي في استقباله. وقتها ركبوا العربيه وبدا يساله كده ايه اخبار الفلوس والشغل في العقارات والدنيا عامله ايه، بيحاول يعني يغص نبضه. لكن القذافي قال له يا عم بس خد نفسك، انا عارف ان انت بتحب الكشري وانت لسه جاي من السفر، تعالى نعدي على اي محل كشري نجيب لنا علبتين ونطلع على اي شقه من الشقق اللي معايا اللي هم بتوعك ونقعد ونتكلم. وبالفعل اشتروا الكشري وطلعوا على شقه من احدى الشقق اللي كانت تبع المهندس رضا. دخلوا الشقه وابتدوا انهم ياكلوا ويتكلموا عادي ولا كأن في اي حاجه. ولكن للاسف القذافي كان حاطط لصاحب عمره سم في الاكل. وقتها وقع المهندس رضا على الارض وبدا يتخنق، وكان حرفيا بيصارع ويحاول يقف على رجله. لكن القذافي صاحب عمره يسكت. القذافي جاب حديده وفضل يضرب بيها على دماغ صاحب عمره لحد ما مات. بيحكي القذافي بيقول انه بعد ما قتل المهندس رضا خد جثته وطلع على شقه من الشقق اللي هي تبعه، وكان حافر فيها هناك ودفن جثته تحت البلاط. بمعنى هو كان مجهز لكل حاجه. وفي يوليو 2015
بدأت تحصل مشاكل بين القذافي وزوجته الأولى اللي هي فاطمة زكريا. في الأول قلت لك إن هو كان يتجوز واحدة تانية اسمها فاطمة الزهراء، فعشان ما تسقطش مني زوجته التانية كانت اسمها فاطمة الزهراء، أما زوجته الأولانية كان اسمها فاطمة زكريا. المهم الجيران كان كل يوم بيسمعوا زعيق وخناق بين القذافي وبين زوجته الأولانية فاطمة زكريا، بس عادي زي ما بيحصل في أي بيت مصري، لحد ما في مرة ما سمعوها وهي بتقول أنا هبلغ عنك. ومع الوقت أهل فاطمة حسوا بتغيرات على بنتهم، يعني مثلا ما بقتش تتكلم معاهم كتير، ولما يتصلوا عليها على طول نايمة، ما بقتش تزورهم زي الأول. غريبة يعني إيه اللي حصل. ولحد ما في يوم جالهم القذافي بنفسه بيشتكي لهم إن بنتهم سرقت فلوسه وخدت بعضها وهربت، وإن هو راح القسم وقدم فيها محضر تغيب وسرقة، بس الحقيقة إن هي لا سرقت منه حاجة ولا هربت، هو للأسف قتلها. لا وكمان قتلها بنفس الطريقة اللي قتل بيها صاحب عمره المهندس رضا، حط لها سم في الأكل وبعد كده ضربها بحديدة لحد ما فارقت الحياة وماتت. بس المرة دي بقى قبل ما يدفنها قطع جثتها إلى أجزاء وحطها في الفريزر، وبعد ما جمدت خد الأجزاء دي وطلع على الشقة اللي دفن فيها صاحب عمره المهندس رضا، وحفر ودفن أجزاء جثة مراته جنب أجزاء جثة صاحب عمره. والمصيبة الأكبر إنه بعد ما عمل جريمته التانية دي راح عمل أرضية الشقة دي كلها سيراميك، وكمان أجرها الناس. يعني تخيل معايا كده إنك تأجر شقة وتلاقي مرة واحدة الحكومة جاية بتخبط عليك بتحفر في الشقة وتطلع منها جثتين. كل اللي أنا بحكيهولك ده ما كانش لسه القذافي اتقبض عليه، وفي سنة 2017 وقف القذافي كل جرايمه وسافر من القاهرة لاسكندرية، بس المرة دي ما كانش اسمه القذافي، وهفاجئك لما أقول لك إنه غير اسمه واستخدم هوية صاحب عمره اللي هو قتله المهندس رضا، وهناك اتعرف على واحدة اسمها ياسمين. القذافي كان عنده قدرة إقناع رهيبة جدا إنه ياخد فلوس من الناس ويشغلها لهم، وقال إيه يجيب لهم فوائد وأرباح. وبالفعل القذافي عمل هوايته المفضلة وأقنع ياسمين دي إنه ياخد منها فلوس ويشغلها لها، وبعد فترة كل شوية كده يديلها أرباح منها، وكمان وعدها بالزواج. فهي وثقت فيه بطريقة غريبة جدا، وبالفعل اديته في وقتها 45,000 جنيه. لكن مع مرور الوقت ما كانش في أي مردود لياسمين من الفلوس اللي هي اديتها له دي، فبدأت تطالبه بإن هو يرجع لها الفلوس. وبطريقة ما كده القذافي أقنعها إن هو هيدي لها فلوسها في يوم معين في مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة العصافرة في اسكندرية. وبالفعل راحت ياسمين هناك، وطبعا عارفين إيه اللي حصل، قتلها ودفنها في نفس المكان. وبعد فترة اتجوز واحدة صيدلانية اسمها الدكتورة نوحة، بس اتجوزها برضه باسم المهندس رضا، ولكن بعد فترة طلبت منه الطلاق، وبالفعل تم الطلاق. لكن زي ما بنقول بالمصري كده دخول الحمام مش زي خروجه، هو فعلا طلقها. لكن هل هو هيسيبها كده هي وعيلتها سالمين غانمين من غير ما يعمل فيهم اي حاجه؟ مش من عوايده دي. وبعد فتره صغيره من الطلاق القذافي او اللي كان في وقتها اسمه المهندس رضا اتنكر في لبس ست واحده منقبه وطلع شقتهم وسرق حرفيا اي حاجه ليها ثمن في الشقه، بالاضافه كمان اللي كان فيه مجوهرات والذهب في الشقه سرقهم. وبعد ما عمل عملته هرب وجري بسرعه. طبعا اهل طليقته شكوا ان هو اول واحد عمل كده، وكانوا عارفين ومتاكدين ان هو، وفعلا بداوا يدوروا عليه، لكن للاسف هم كانوا بيدوروا بالاسم الغلط، كانوا بيدوروا باسم المهندس رضا اللي هو اساسا متوفي ومختفي، فبالتالي ما قدروش يوصلوا لاي حاجه. وطبعا القذافي كان على علم بكل ده، فعارف ان الاسم اللي هو سرقه وقتل صاحبه اللي هو المهندس رضا بقى خطر عليه دلوقتي، فيعمل ايه؟ يغير اسمه ويخليه محمد مصطفى. وبعدها بفتره اتجوز واحده اسمها مي، وبيقول ان هو كان بيحبها جدا. المهم ان مي دي كانت من عيله غنيه قوي، فطبعا القذافي كان محتاج ان يبين لاهلها ان هو كمان مريش ومرتاح، فيعمل ايه؟ فيقرر انه يبيع الذهب والمجوهرات اللي هو سرقها من بيت طليقته. وبالفعل خد كميه قليله لحد ما من المجوهرات دي وراح بيها لحد السايغ، وبالفعل باعها وخد الفلوس وراح اتقدم لمي دي، ولحسن حظه عدت المره دي بسلام. بس وقتها برضو اهل مي ما كانوش مقتنعين بيه، لحد ما هو راح للمره الثانيه للسايغ، والمره دي بقى كان معاه كميه ذهب ومجوهرات كبيره جدا. وعلى حظه الاسود ان السايغ ده على معرفه باهل طريقته وعارف ان في ذهب ومجوهرات مسروقه، وفضل السايغ يماطل مع القذافي لحد ما طلب الشرطه، وبالفعل الشرطه جت واخيرا
قبضت عليه، ولكن تم القبض عليه باسم المهندس رضا، لان هو ده الاسم اللي كان مسميه بنفسه لما اتجوز نهى وسرق ذهب اهلها. فهو هنا في الحاله دي كان متهم بسرقه المجوهرات والذهب بس، ومحدش جاب سيره اي قتل. ولكن ما عداش يومين والخبر وصل لاهل المهندس رضا، وده فيديو لمحامي عائله المهندس رضا. بدانا رحله البحث، وللاسف كان معانا سفاح بيبحث معانا بيوهمنا ان هو قلبه على صديق عمره يعني. بعدها بيومين جت رساله من تليفون يعني غريب ما نعرفوش، راحت لاخوه في السعوديه: انا اخوك رضا، اتمسكت في مدرعه بالغلط ومظاهره ومش عارفين هم موديني على فين. طبعا هو يعني اكتشفنا بعد كده ان السفاح هو اللي كان بعت الرساله دي، وده اسلوبه موضوع الرسائل مع كل جرايمه، ان هو بيحاول يبعد الشبهات عن نفسه ويحاول يوجه اهالي المجني عليه ان هو يمشوا في اتجاه بعيد عنه خالص. وبالفعل احنا يعني بدانا نتحرك في كل حاجه الا ان احنا نشك فيه، مع ان هو الوحيد اللي جابه من المطار، وهو يعني لمده تقريبا سنه ونص او سنتين ما جاش اي شك في ان هو يكون ليه سبب في الموضوع. في اخر يعني 2017 يعني انا بصراحه يعني في مره من المرات كده شكيت فيه عابرا، وعرفت اخوه قلت له يعني انا شاكك في الشخص ده ان ممكن يكون في حاجه جنائيه، ان احنا مش لاقيين اي حاجه في الامن الوطني ولا في الداخليه كلها ولا في السجون باسم المهندس رضا. فكان رده عليا ان يعني ضحك وقال لي ده ما يعرفش يقتل فرخ. فخلاني انا استبعدت نفسي حته اتهام قذافي، مع ان كان ممكن ان انا اضغط عليه ويعلم ساعتها، كان ممكن يتعامل معايا، كان ممكن زماني جنب المهندس رضا يعني. الحمد لله. لما راحوا اسكندريه يشوفوا ايه علاقه ابنهم اللي هو مختفي باللي بيحصل ده اصلا، طب هو موجود ولا لا؟ طب هو لو موجود عمل كده ليه؟ لكن اتصدموا لما لقوا القذافي هو اللي سارق اسم المهندس رضا، وحكوا وقتها للشرطه عن كل حاجه حصلت وعن اختفاء ابنهم، وانه كمان مش بعيد يكون متهم بقتل المهندس رضا. ولكن للاسف وبسبب ذكاء القذافي ما كانش فيه اي تهمه ضده لقتل المهندس رضا، ولكن مع ضغط الشرطه عليه في التحقيقات اعترف بجرائم القتل، وقال كمان على الاماكن اللي دفن فيها الجثث. وبعدها القذافي صدر عليه 4 احكام بالاعدام، بخلاف حكم خامس بالمشدد باتهامه بتزوير محررات رسميه. ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو مستني تنفيذ حكم الإعدام. القذافي كان ذكي جدا في تعامله مع الجرائم اللي هو ارتكبها، وكمان كان ذكي أكتر في إبعاد الشبهات عنه، ولكن كان مسيره هيقع من قتل يقتل ولو بعد حين. بس حقيقي دايما ورا أي شخصية شريرة قصة غيرته وخلته للمنظر ده، وكمان ما يقدرش إن هو يتغلب عليه. دايما بنبص للقاتل والحرامي أو أي حد مش كويس على إنه شخص منبوذ ومرفوض من المجتمع، وأقصد بكلامي هنا إني مش بدافع عنهم، بالعكس اللي يغلط يتجازى. بس كل اللي اقصده ان احنا عايزين نركز شويه عن مصدر المشكله ونحاول على قد ما نقدر نعالجها، والاهم من ده كله نحافظ على اولادنا وعلى الافكار اللي بترسخ في عقولهم اللي هم بيكبروا عليها وبيكونوا مأمنين جدا بيها. خلي بالكم من اطفالكم وركزوا معاهم وشوفوا هم بيتفرجوا على ايه وبيتابعوا مين، عشان ما نشوفش في يوم تاني حد زي القذافي ده. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده. متنسوش بقى انكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان لما ينزل اي فيديو تتفرجوا عليه ويجيلكم اشعار بدعم. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده على الفيسبوك خش اعمل لايك للبيج وفولو وسي فيرست عشان اي فيديو ينزل تشوفه. وهتلاقي تحت في الديسكربشن اكونت الانستجرام بتاعي واكونت الانستجرام بتاع مكاوي لو انت حابب تحكي له عن اي موقف مرعب حصل معاك او قصه معينه حابب ان احنا نتكلم عنها. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وتجربه جديده. سلام.